مش كل حاجة لازم نشتريها من برّه، في حاجات كده لمّا بنعملها في البيت بتكون أحلى وأنضف من اللي برّه مليون ألف مرّة. النهارده بقى هنعمل مع بعض أفضل طريقة على الإطلاق للفايش، حاجة كده سهلة وسريعة مش هتاخد معاكِ ولا وقت ولا مجهود ومكوناتها في كل بيت، مش هتحتاري. يالّا بينا ندخل على المقادير على طول ونشوف معانا إيه. وأول حاجة بنجيبها هو العجان بتاعنا، تقدري طبعًا تعجني على إيديكِ ما فيش أي مشكلة. كوباية من المَيّة الدافية هنحط عليهم 3 معالق كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهاضيف معلقة صغيرة من الكركم، وهنا ما تكتريش في كركم علشان طعمه ما يبانش في الوصفة. أنا بقى باكسر الكركم ده بإيه علشان خاطر يطلع لونه أصفر كده وحلو، باحط نقطتين من اللون الأصفر علشان يطلع لونه زي الجاهز بالضبط، وتقدري تستغني عن الخطوة دي لو حابة. ربع كوباية من الزيت باشيل منها معلقة كبيرة وباحط بدالها معلقة من السمنة، وباحطها على المكونات وبنبدأ إن إحنا ندوبهم مع بعض كويس جدًا، بننزل عليهم بنُص كيلو من الدقيق، ونُص كيلو الدقيق ده باحط عليه معلقة من اللبن البودر ودي اختياري، ومعلقة صغيرة من المحلب ودي برضه اختياري تقدري تستخدمي بدالها ريحة كحك. رشة كده من الملح وبنبدأ إن إحنا بقى نعجن العجينة بتاعتنا دي، لقيناها محتاجة شوية مَيّة بنحط لها، أنا حاطط لها حوالي معلقتين بالضبط من المَيّة وكانت ضبطت معايا وهتوصل للقوام اللي حضرتِك هتشوفيه دلوقتي. طبعًا عايزين عجينة ناعمة جدًا، جدًا، جدًا وفي نفس الوقت تكون ماسكة نفسها، مش عجينة كده تحطيها تفرش معاكِ، لأ عايزينها ماسكة نفسها علشان تديكِ نتيجة كويسة في الآخر. وده بيكون القوام بتاعها المضبوط. حاولي بقى تلميها كده قدامك على الرخامة، وبتجيبي الطبق اللي انت عجنتِ فيه وبترشيه رشة صغيرة كده من الزيت، وبتغلفي العجينة بتاعتِك من فوق ومن تحت، وبتحطيها في الطبق وبتغطيها كويس أوي، وبتسيبيها بقى لو في الصيف يعني بترتاح حوالي ربع ساعة وبنبدأ إن إحنا نشتغل فيها، لكن لو في الشتا بتسيبيها حوالي برضه نُص ساعة كده علشان لمّا تيجي تفرديها ما تكشش معاكِ تاني، تمام؟ فأي عجين في الصيف على طول بنريّحه بس 10 دقايق، ربع ساعة وبنشتغل فيه على طول. طبعًا حابة تضاعفي الكمية وتعملي كيلو، هتضاعفي كل الكميات اللي أنا هاسيبها لِك في صندوق الوصف إن شاء الله. غطيتها بقى وسِبتها زي ما قُلت لِك ربع ساعة بالضبط، وبعد كده رجعت لها على طول. كانت الخميرة مشيت فيها لو تلاحظي إن حجمها تضاعف شوية. هننزّلها بقى قدامنا على الرخامة وهنقسم العجينة دي لنُصّين، تقدري تقسميها 3 لو مش هتقدري إن أنتِ تتحكمي في النُصّين، تمام؟ كده تمام وزي الفل ماشيين خطوة، خطوة علشان خاطر لمّا تيجي تعملي كده حاجة في البيت تعمليها وتبقي فرحانة بالنتيجة بتاعتها أوي، لإنها إن شاء الله هتكون أحلى من الجاهزة بكتير. والمَيّة هنا بتاعة العجن بتختلف على حسب نوعية الدقيق اللي أنتِ مستخدماه، بالمناسبة أنا النهارده مستخدمة دقيق الضحى، تمام؟ قسّمتهم بقى على كورتين قد بعض بالضبط، وغطيتهم شوية كده يرتاحوا بس مش أكتر من كده، يعني بتسيبيهم يرتاحوا حوالي 5 دقايق، وبنجيب رشة صغيرة خالص من الزيت، بندهن السطح اللي إحنا هنشتغل عليه وبندهن إيدينا، وبنفردها بالشكل ده. تحاولي بقى إن أنتِ تفرديها على شكل مستطيل كده علشان خاطر لمّا تيجي تقفّليها تبقى كلّها سِوَى واحد على قد ما تقدري. وكمان السمك بتاعها بيكون ولا تخين أوي ولا رفيّع أوي، بالشكل ده، تمام، هابدأ بقى إن أنا أضبّطها على قد ما أقدر كده علشان خاطر ألفّها، وبنيجي من الجنب بنلِف رول وكل لفّة بتضغطي جامد علشان خاطر تعملي لفّات كتير في الفايش بتاع النهارده. وكمان لمّا بنضغط كده بيكون في الآخر بعد التقطيع ما فيهوش فراغات كتير واسعة، تمام، كده تمام وزي الفل. بنقفّل واحدة واحدة بالشكل ده، وبنيجي على آخر حرف بقى وبنبدأ إن إحنا نفرده جامد كده ونضغط عليه علشان خاطر وإحنا بنقفّل وبنقفّله على بعضه يتقفّل بكل سهولة وما يتفكِّش معاكِ. بُصّي، كإنِّك بتقفّلي بالضبط رغيف فينو، بتقفّليه من الجناب وتقفّليه من تحت كويس أوي علشان ما يفتحش معاكِ في السِوَى تمام، بنكون بقى جايبين الصاج بتاعنا محضّرينه وبندهنه دهنة بسيطة جدًا من السمنة أو الزبدة اللي موجود عندِك، خلاص، حاجة كده بسيطة جدًا على الصاج مش كتير، وبنحط الرغيف بتاعنا وبنحاول إن إحنا نسويه على قد ما نقدر.
وطبعًا بتسيبي له براح من هنا ومن هنا لإن حجمه بيتضاعف معاكِ، تمام. هنعمل برضه تاني رغيف بهذا الشكل كده، وبعد كده بنبدأ إن إحنا نغطيهم بكيس تلاجة نضيف علشان خاطر يخمر معانا. أول ما حجمه بيتضاعف على طول بنكون بقى مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200. بتحطي الشبكة في النص، وأي معجنات أو أي حاجة بندخلها الفرن لازم الفرن بتاعك يكون سخن قبليها ب10 دقايق علشان يديكي نتيجة كويسة، والمعجنات بتاعتك ما تهبطش أو تبلط منك في الفرن بمعنى أصح وتنشف. أنا مش محتاجة إن أنا أدهن وشه أي حاجة خالص، هو بيحمر كده منه فيه. تمام. أول ما بيحمر معاكِ من تحت بتولعي عليه الشواية شوية صغيرين وبتطلعيه، أول ما بيطلع معاكِ من الفرن طبعًا بيبقى ناشف، إحنا بنبقى محتاجينه كده مش محتاجين إن إحنا نغطيه. في ناس بقى بتحب إن هي تاكل الفايش طري، تمام. فأول ما هيطلع من الفرن هتعملي فيه زي ما أنا هاوريكِ دلوقتي. من غير ما ندّي له بخاخة طبعًا، لإن العجينة دي هتبقى طرية معاكِ جدًا، بعد كده بنغطّيها بفوطة ومن فوقيها كيس تلاجة نضيف دقيقتين بس مش أكتر من كده، بتلاقي الرغيف معاكِ بقى طري جدًا، جدًا، جدًا. ده بالنسبة للناس اللي عايزة تخزّنه في الفريزر طري، أو بتحب إن هي تاكله كده طري مش ناشف، تمام. لكن لو حابة بقى إن أنتِ تحمّصيه زي ما أنا هاحمّصه النهارده، طبعًا ما بتغطّيهوش خالص، بتسيبيه يبرد تمامًا، تمامًا، وبعد كده بتغطّيه بفوطة نضيفة لحد ما الفايش ده يمسك نَفْسه لتاني يوم مثلًا، تمام. لكن أنا قطّعته وهو أصلًا كان دافي، يعني كان دافي كده معايا، طبعًا ممنوع إن إحنا نقطّعه دافي لإن أنا كنت مستعجلة، فبيفرفت معاكِ شوية. لكن لو خدتِ بالِك مش هيجرى له أي حاجة، يعني أنا كنت باقطّع بحذر شوية علشان خاطر ما أهدّرش فيه. لكن لو حابة إن أنتِ تحمّصيه ما فيش أي مشكلة، هو يا دوبك بس يبرد معاكِ وتبدئي إن أنتِ تقطّعي على طول. حابة بقى تقطّعيه بميل زي ما أنا باقطّعه كده بيكون شبه جاهز بالضبط، حابة تقطّعيه عِدِل ما فيش أي مشكلة، التقطيعة اللي تحبيها واللي أنتِ عايزاها. بنبدأ بقى إن إحنا نقطّع كل الكمية وبنرصها في صاج، تمام. أو على حسب الكمية بتاعتِك. أنا الرغيفين دول جُم معايا في 3 صِجان زي ما حضرتِك شايفة بالشكل ده. على طول الفرن بيكون سخن على درجة حرارة 100 أقل حاجة خالص، 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 يعني حاجة شبه مش موجودة، علشان ما يتحرقش معاكِ وهو لسه طري. وأنا باولّع الشواية بس، يعني باحطه كده يعني في الرف برضه اللي في النُص تحت الشواية، أول ما بيتحمّص ويمسك نَفْسه كده باقوم جاية مطلّعة الصاج، قالبة الفايش بتاعي ومدخّلاه تاني تحت الشواية، بيمسك بقى نَفْسه ويقرمش معاكِ ويحمّص كده، ولو خَد لون خفيف كده بيبقى طعمه حلو أوي، أوي. ما شاء الله شايفينه وهو طري عامل إزاي، وكمان هنا بقى أنا كنت حمّصت الكمية كلّها وسِبتها تبرد تمامًا وقدّمتها معاكم بالشكل ده، حاجة كده في منتهى الجمال. والله شكل جاهز، شكل جاهز، لكن كطعم أحلى من الجاهز مليون ألف مرّة. حاجة كده عاملاها في إيديكِ بقى بإيديكِ في البيت، ضامنة نضافتها وضامنة أنتِ حاطة إيه وعارفة أنتِ حاطة فيها إيه. وكمان ما بياخدش معاكِ ولا وقت ولا مجهود. أتمنى من كل قلبي إن أنتم تجربوا الوصفة بتاعتي النهارده، وبألف هنا وشفا مقدمًا إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. إن شاء الله بإذن الله هاسيب لِك كل المقادير اللي أنا استخدمتها النهارده في صندوق الوصف، وكمان لو حابة إن أنتِ تعملي كيلو هتضاعفي كل الكميات زي ما قُلت لِك في أول الفيديو. لو أول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلِك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. عايزة أقول لِك إن هو مقرمش جدًا وسهل جدًا، جدًا في الأكل، حاجة كده في منتهى الجمال. حابة بقى إن أنتِ تحفظيه علشان ما يطراش منِّك، أكياس نضيفة كده وتربطي عليه كويس وبتسيبيه برّه عادي وتسحبي منه ما فيش أي مشكلة. وبكده أكون خلّصت الوصفة بتاعتي النهارده، أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير.